انت بعد ما هاتني ده واقف يا ريس أعزائي مشاهدي الحكاية لايف، هنا من محافظة المنيا وبالتحديد منطقة ماجوسة. متابعين معاكم في حادثة تصادم قطار 1087 النوم، يعني حادث مفجع، حادث مأساوي شهدته محافظة المنيا وبالتحديد قرية ماجوسة، أدى إلى تساقط عربيتين من قطر النوم في ترعة الإبراهيمية. ومن الفحص المبدئي تبين لنا أن هناك 19 مصاب وحالتين وفاة. والآن يعني وصل الونش يعني جاي يعني علشان يتم رفع العربيتين اللي سقطوا في ترعة الإبراهيمية. طبعا يعني منذ ساعات قليلة يعني كان في برضو العديد من المعدات الثقيلة لرفع العربيتين، ولكن تم استدعاء عربيات أخرى أو جرارات أخرى من الونش للمساعدة في رفع العربيات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية. هم عربيتين والمصابين 19 مصاب والعدد الوفيات 2، ويقال ان هناك ضحايا اخرى في الترعه وفي ترعه الابراهيميه، وجاري البحث عن باقي الضحايا وباقي المصابين. المصابين 19 مصاب، منهم 3 سيدات اجانب. تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام والاخر لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم. نسأل الله عز وجل الشفاء العاجل لكل المصابين، ونسأل الله أن يرحم كل متوفي ويصبر الأهالي يا رب العالمين. طبعا دلوقتي بينزل الونش من القطار لبدء عملية رفع عربيتين قطر النوم اللي سقطوا في ترعة الإبراهيمية. طبعا هنا لقطات حصرية لوصول الونش على يعني قطار البضاعة هنا من قرية ماجوسة بمحافظة المنيا التي وقع فيها الحادث المفجع الأليم الذي أصيب كل المشاهدين وكل الأهالي للذهول والحزن الشديد. يعني ربنا يصبر الأهالي ويصبر يعني طبعا الناس حتى اللي طلعوا بسلام ونجوا من الحادث داخل القطار. يعني طبعا رغم الحمد لله ان هم ربنا نجاهم، ولكن طبعا هيكونوا في صدمة شديدة من يعني صعوبة المشهد او الحادث، وهو صعب على كل الناس مش الركاب فقط، يعني مش الركاب فقط اللي ربنا نجاهم، لا على كل الناس طبعا. يعني مش مشهد مش حابين نشوفه ابدا في بلدنا. ربنا يكتب لنا الامن والامان والسلامه يا رب العالمين. يعني في ظل تطور سكك حديد مصر، يعني نتمنى من الله عز وجل ان احنا يعني نشوف حلول سريعه للحد من الحوادث المتكرره على سكك حديد مصر.
نسأل الله عز وجل الشفاء العاجل لكل المصابين، ويرحم المتوفيين، ويلهم أهالي المتوفين الصبر والسلوان يا رب العالمين. الآن جاري عملية رفع العربيات التالفة من الحادث. وعلى الجانب الآخر هنا في ترعة الإبراهيمية ما زال يتم عملية البحث على باقي المصابين والمتوفيين، ونسأل الله عز وجل إن ما يكونش في مصابين تاني ولا متوفين تاني، ونستكفي بهذا العدد. يعني رغم إن هو عدد قليل، ولكن هو بالنسبة لنا قليل، ولكن بالنسبة للأهالي الموضوع صعب. أهل كل متوفي، أهل كل مصاب. فيعني مش حابين نستهون بأي روح يعني أو بأي يعني حالة وفاة مهما كان قلة العدد. لذلك احنا متابعين معاكم الحادث لحظة بلحظة. حتى يتم الانتهاء من عملية البحث وعملية رفع العربيات التالفة. وهنبلغكم طبعا بكل ما هو جديد بالإحصائية النهائية للمصابين والإحصائية النهائية للمتوفيين والتفاصيل الكاملة للحادث منذ وقوعها في فجر اليوم. شهود عيان أكدوا لنا أن الحادث كان في تمام الساعة 5 فجر اليوم. وطبعا شفنا يعني جهود مكثفة من أهالي قرية مجوسة وأهالي محافظة المنيا في استخراج الضحايا واستخراج المصابين في أسرع وقت على قدر المستطاع. حتى يعني جاءت عربيات الإسعاف، يعني دفعت وزارة الصحة ب 23 سيارة إسعاف، ودفع بعربيات ثقيلة لرفع العربيات التالفة والساقطة في ترعة الإبراهيمية. فجهود مكثف طبعا من الأهالي، جهود مكثف من الداخلية، جهود مكثف من وزارة الصحة ووزارة النقل والمواصلات والنائب العام. كله متابع، كله على أعصابه، كله يعني يتمنى السلام والأمن والأمان لكل مواطن. وكلنا يعني بنحب إن احنا ما نشوفش أو نسمع إن في مصابين تاني أو وفيات تاني ما زالوا منتشرين في ترعة الإبراهيمية. النائب العام أمر بالتحقيق السريع في القضية لمعرفة كافة التفاصيل والأحداث، إزاي تم التصادم. يا أستاذ تعالى هنا، تعالى هنا يا ريس، تعالى ورا شوية بس. يا ريس تعالى ورا شوية بس. لا يا حاج. حسب يا جماعة، حسب يا جماعة. لسه معاكم مستمرة مسألة تخطيط لو سمحت. يلا بعد اذنك يا استاذ، يا استاذ بعد اذنك تعالى كده لف بس وشك ظهرك كده. لحظة يا رب. مستمرين معكم في التغطية لرفع العربيات التالفة من التصادم. ممكن يفتح البتاع ده يرجع ورا. يا ريس يا محمد خليش لو بيت السوق خليه يفتح تاني. اطلع معايا يا زين، اطلع معايا يا زين.
انزل كده وبعد كده هننزل خش الكيك كده عليه. ايوه اعمل كمان اعمل كمان اعمل كمان. هو راسك يا محمد. اعمل يا محمد. اعمل وخليه بقى. يرجع شويه كده. ارفع يا محمود كده. يا رب سلم واحفظ أهلنا وشعبنا يا رب العالمين وبلدنا الحبيبة، وما نشوفش المشاهد دي مرة أخرى يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مشهد مفجع، ويعني مشهد مش بنحب يعني نشوفه تاني يعني نتمنى أن يكون في حلول سريعة للحد من هذه الحوادث المتكررة على سكك حديد مصر في ظل التطور الهائل اللي حصل خلال هذه الفترة في سكك حديد مصر. نتمنى نشوف حلول للحوادث المتكررة. ربنا يرحم كل المتوفين يا رب ويشفي المصابين، يكتب لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. ويلهم الصبر والسلوان لكل أهالي المتوفين.
عشان الهوك اللي انت مش كويس. جميلة موجودة. ايوه بس ماشي. محمد في تفكيره وحشه محمد. هناك. يا عم جمال في تفكيره وحشه هنا. في تفكيره وحشه. عادك انت مع محمد واظبط كلامه عليك. لم شويه السلك دول يا محمود. لم شويه السلك دول. لم شويه السلك. لم شويه السلك يا بنات بعض غيروا معانا ورا. حاضر يا عم الحاج. لم يا محمود سلك. لم السلك ما تخافش. لم يا محمود. ايه انزل بقى واحدة بس. ايه ها يا محمود. روح شوية يا محمود. شارك روح دوران شوية. ايوه. راح يا عم أنا لما قلت يا رب. من هناك بس. خش السكة من هناك بس. بس ما تنساش تاني يا محمود. Good.